قسد بكره حتشوفوها بالشام. شلون نشوف قسد بالشام؟ ايش قسد مو حليفه لواشنطن؟ ايه بيسترجع دمشق بتل بدي وما بدي. مين اللي بيعترض؟ المتطرفين. ما احنا جاي نقضي على المتطرفين. شلون؟ من خلال توقيعك. انت ما حتوقع يا احمد الشرع معانا هلا؟ بلا. على شو جاي توقع؟ هلا جمهور السلطه ايه يعني ما نعرف راسهم رجلينهم. على شو جاي توقع؟ متوقع على انضم للتحالف. يعني شو؟ يعني هلا راي احمد الشرع يوقع انه صار حليف لقسد. شلون حليف لقسد؟ قسد حليفه لمين؟ انتوا اللي عم يضحكوا عليكم بالتفاصيل. الو قسد قوات سوريا الديمقراطيه حليفه لمين؟ اكتبوا لي بالتعليقات. نزيل حاج طاوي. هلا كل ما يعني بدي أحكي هيك شغلة عنك بتخليني أعتذر من الحمير، أجلكم الله يا حمار، مع الاحترام الكامل للحمير طبعا جنبك. انضمام سوريا للتحالف الدولي اللي عمره يومين صار يعرف. أول شغلة هي لسحب ورقة التوت الأخيرة اللي قصد عم تغطي عورته فيها، وهي إنه محاربة داعش. رح تصير ورقة محاربة داعش بيد السلطة في دمشق. هي وحدة، هي الورقة اللي انتم بتضلوا بتلوحوا فيها وما ضل عندكم شيء منها. الشيء الثاني، الدعم اللي كان يروح لقسد، الملايين اللي كانت تروح لقسد هلا بدها ترجع للحكومة السورية، لأني أكيد ما رح يدعموك ويدعموا الحكومة السورية اللي هي صارت شريكتهم. تاني شيء هلا بده يصير بالتعامل مع الدولة، ما هو مع فصيل مع ميليشيا. انتم مانكم فصيل يعني، ما هو مع ميليشيا وفي جزء منهم مصنف ارهابيا يعني بكيكي تبعكم، عرفت؟ فانت يعني عمين عم تضحك، هدول اللي عم تقول لهم اكتبوا لي انت فاشل يعني، ومبينتك يعني غبي انت، بس انت مجبور بوق عم تقبض مصاري بدك تحكي هالحكي يعني، ما في مجال. بس تبرك تقول لي دمشق وصاروا بدمشق والشرع انضم لقسد. يا ابني الفرع، الأصل عمره ما انضم للفرع، الفرع هو بده ينضم للأصل. وانتو فرع، المنطقة اللي انتو فيها فرع من فروع الدولة السورية. فلا تضحك على العالم، انتو ورقة التوت سقطت عنكم قولا واحدا يعني انتو بدك تطوبزوا قسد ده محل واحد، ما في حلين يعني، ما في واحد اثنين، انه هي تطوبز وتسلم. وعناصر هدول اللي بيروحوا بيخدموا مثل ما قلتكم، هذا اللي عم تقول عنه غسان ياسين هو اسمه غسان ابراهيم. مثل ما قلتكم بتشتغلوا بالنظافة، بتشيلوا صناديق بويا، مظلوم عبدي بيصير